ازيك؟ بتعمل ايه؟ بتجهز؟ طب اياك تحلوي بقى، عشان لو حد عكسك هجيلك على لبنان على طول. سامعك. انا مجنونه اعملها، انت عارفني. وهتكوني مش لابسه السلسله بتاعتي. طبعا لابسه السلسله بتاعتك، ما بقلعهاش خالص. فكريني بيك يا بري صوتك يعني. احلى شيء ضحكتك لما اسمعها انسى شيء قبل ما اطلع الحفله. سيدي يا سيدي على الحلاوه. شو حبيبي؟ حبيتي؟ لا بس انا بحب الاسود عليك اكتر من ده. بغير لك اياها بلبس لك السوداء تشوفيها. انا بحبك وانت بتسمع كلامي. يعني في الجراي وفي السوداء. انت رح تحبي السوداء. انت مين؟ خالد الحقني. خلص انتوا خليكم ريدي. خليك معي. شو يا حبيبي؟ دخيلك ما يكون في اي غلطه. الله يخليك. تمام. اوكي حبيبي. طيب شباب خلينا ريدي. اذا في اي شيء احكوني دغري. طيب الو. شو يا عيوني؟ شو حبيبي؟ ايه لا ما في تاخير ابدا. يلا باي. الو. ايه عيوني؟ جاهزين الناس؟ ايه عال اهلا وسهلا. اهلا بالقمر. تسلم لي هالجمال. حياة قلبي. لحظة واو كيف عملتها؟ بعدين بخبرك. كيفك؟ شو يا قلبي؟ الحمد لله. جاي بتفرج عليا. خاي رح ينبسط كثير اكيد. بس رح اتركها معك وبليز اهتم اللي فيها. ترجع انت بتوصليها على البيت؟ ولو تكرم عينك من عيوني. وانت ما بدك. لا ما في داعي، ما في مجال. بس خالد لوين؟ لحظة. خالد وين رايح؟ وين؟ لا خالد انت عارف حالك شو عم تعمل؟ نحن تاركين حفله وناس وحجوزات و100 ضربه سخنه يا خيي. شو صار؟ لازم نروح على مصر هلا، مش قادر انطر ولا دقيقه. نروح على مصر؟ شو بدنا نروح نعمل على مصر؟ شو فيه؟ لاقي لي اي طريقه، لاقي لي طياره خاصه، اي حدا بنعرفه. لازم نروح الليله هلا. خالد وترتني خيي، انا والله ما فاهمين شيء. خبرني ليه بدك تروح على مصر؟ هذا الوقت
قتلوها. قتلوها؟ مين هي اللي قتلوها؟ ايه؟ ليه قاعدة هيك؟ ما بدك تنامي؟ رح يطلع الدم؟ حاضر مامي. لحظة شوي، كنت عم تبكي؟ نو مامي. كنت عم تحكي مع بابي شيء؟ شو قال لك؟ ليش ترك السهرة؟ قال لي ما تخافي ونامي أنا منيح. نامي حبيبي نامي. يا حبيبي خلص بنقعد وبنحكي وما بتكون الا مبسوط. نعتذر مرة ثانية، عفوا. ايمي الايامي على الانترنت، الويب سايتات الاخبارية نازلة فينا، السوشيال ميديا والعة. هلا كنت عم بحكي مع منظم الحفل، معصب كثير وناوي يرفع دعوة. انت ليه ما قلت لي ليلى كانت بالحفله امبارح؟ لأنا لحقت؟ أنت أعطيتني فرصة لحتى أقول لك؟ زعلانه مني كثير. ما زالك كل ما تحكيها بتفصل عن الدنيا. يا خيي ارجع لأمها وخلصنا من هالقصة كلها. حتضلك كل عمرك مش فاهمين شيء من شيء. طيب أنا قايم مدخن سيجارة. اليافطات المحطوطين تحت محطوطين لحتى يتصوروا. ساعة زمان وبتلاقيهم على النشرات الإخبارية كلها هلا بكل المواقع. ما بعرف شو بدي أقول لك. ما في إلا ما أعتذر، غلطة وما كنا ضاربين الحساب. بس ما تعتل هم، هول شوية أولاد مش طالع من أمره شيء. كيف قويوا هالقد بالبلد؟ صاروا يحللوا ويحرموا على ذوقهم. فيك تروق شوي؟ خليني أطلب لك شيء سخن. ما بدي شيء هلا شوي بروق أنا. بدك تروق وتطلع على المسرح وتغني وتكسر الأرض كمان. وقبل ما ينتشر هالخبر على المواقع أغانيك رح تسبقه، وحتى إذا قريوه الناس اليوم أو بكرة رح يطلع خبر تاني وينسيهم هالخبر. المهم أغانيك اللي رح تبقى هي اللي باقي. شاي أو ينسون؟ باخد قهوة.
إحساس بيخرج للحياة لو حتى إحساس من بعيد. وفي حكايات ما بيتولدش الحب فيها من البداية، وفي حاجات ممكن تجمعنا قبل الحب ما يبقى حكاية. وفي حكايات ما بيتولدش الحب فيها من البداية، معاكي قلم روش؟ اهلا استاذ خالد. حبيبي 5 دقايق والفطار هيكون جاهز. الله يخليك، بس اعمل لي قهوه يا ماما. حاضر يا فندم. صباح الخير. صباح النور. كنت حابب اشكرك امبارح بس اختفيتي فجأة. طب قولي انت ايه اللي مصحيك بدري؟ هو مش المفروض الفنانين دول بيصحوا المغرب وحاجات كده؟ ما بصدق ليه فرصة اكون فيها طبيعي وافطر مثل البني ادمين، بس انت ما قلتي لي ليه اختفيتي امبارح؟ لا هو انا ما اختفيتش ولا حاجه، وانا يعني بصراحه جيت الحفله صدفه. صدفة؟ بس الوقفة اللي وقفتيها معي امبارح ما بتقول انها صدفة. لا اوعى تفتكرني مناضله ولا حاجه، هو بس كل الموضوع ان انا اتغصت جدا من الحاجات اللي عملوها الشباب دي، فقلت لازم يمشوا ومشوا. اللي بيشوفك امبارح ما بيعرفك اليوم. بس ما فهمت كيف فتي على الحفلة صدفة. شوف يا سيدي انا اقول لك بصراحه، انا كنت بجري من رجالة بابي، كنت عايشه اشم شويه هوا لوحدي، فبعدين دخلت الحفله بس. ورجالة بابا بيجروا وراكي ليه؟ والله مش عارفه، يعني هو بيخاف عليا او بيخاف على نفسه يمكن، فسايب رجالته معايا عشان يحموني، بس انا جريت منه. جريتي منهم؟ وقطعت نفسهم كمان. انتي غريبة قوي. ولا غريبه ولا حاجه، هو يمكن يكون فاكر نفسه مهم وشايفني مهمه زيه، مش عارفه. انت اسمك ايه؟ انا اسمي ملك. انا بصراحه قبل امبارح ما كنتش عارف عن حياتك حاجات كتير، يمكن كنت سمعت لك كام اغنيه. ومن امبارح لليوم حصل تغيير؟ عرفت عنك كل حاجه. وانا مستعد اعترف لك بكل حاجه بالتفصيل الممل. يا سلام. لا طبعا يا استاذ خالد، ما فيش حد بيحكي بلاوي. وما فيش حد معصوم. صحيح. انت ليه دورتي بحياتي وفتشتي ورايا هيك؟ يعني يمكن علشان مش عارفه. معقولة هذا البركان اللي شفته امبارح بيتكسف النهارده؟ لا انا مش مكسوفه، اصلا بس كنت لسه بسال نفسي نفس السؤال. مش هتلاقي جواب. شوفي بليز بعد صورة، بس صورة بليز، أنا كتير بحبك. تسلمي، مش هيك مثلا. الله يخليك. طب كيف تحب تاخذ الصورة؟
دمزيل حبيبتي ما راح يمشي الحال هيك، معلش. بليز بعت بس صورة. بعدين عم بينادوا على الطيارة، معلش غير مرة، لازم نمشي. ممكن اخذ رقم تليفونك؟ حبيبتي السيارة طايرة مش طالعة، معلش. رقم تليفونك انت. أنا؟ حطي عندك 03. كريم. ما تتخضيش، انت هنا في امان. حسن 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 انا حذرتك كتير يا ملك وانت ما سمعتيش كلامي. كان لازم اتصرف واحلها بطريقتي. مش فاهمة، هو انت خاطفني ولا ايه؟ مش بالظبط. انا عايزه اعرف انا جيت هنا ازاي. استنى، انا افتكرت. انا كنت في البيت وكنت بتتكلمي مع راجل غريب، مش كده؟ انت وصلت اوضه نومي ازاي؟ انا اقدر اوصل لك في احلامك مش اوضه نومك. انا اتعلمت ان اللي يتكلم واحد غريب وهي مخطوبه تبقى خاطيه وتستاهل الرجم. انت لو فاكر ان انت تقدر تجبرني على حاجه تبقى بتحلم يا حسن. وما تستاهلش انها تتحب. بس القلوب ساعات بتعصى وتحب، واحنا في الاخر بشر خطائين. وانا عمري ما حبيتك يا حسن وانت عارف ده كويس. اللي اعرفه ان لبستك الدبله ورضا السيد الوالد، وزعلت قوي يا لوكا لما لقيتك مش لابساها. انا عايزه اخرج دلوقتي حالا من هنا. انت مش هتمشي من هنا الا لما الحكايه البايخه دي ما تخلص خالص. انت ناوي على ايه بالظبط يا حسن؟ ممكن اسال حضرتك سؤال يا استاذ خالد؟ اذا بتريدي بعدين حبيبتي، بعدين هو شو كله يا كريم. قلت لك بدي الفت نظر امام. شباب سيارتكم وين؟ سيارتنا ورا. طب يلا اسبقونا على الاوتيل. يلا تفضل استاذ. يا ترى ايه سبب زيارتك لمصر؟ معلش. ما في ولا خبر على الموضوع يا كريم. صفحتنا على الفيسبوك تسكرت. خلينا نوصل على الاوتيل ونشوف. هيدي بنت معروفه كثير هون، وبيا بزنس مان كثير مهم. هي قالت لي. مش مرتاح لهالقصه ابدا خالد، ابدا. ضروري تلاقي لي حجز بنفس الاوتيل، فتصرف شو بدك تعمل. اوكي؟ طيب خذي نفسك الاول. بدك كنت اخذت نفس تكون خلصت القصه وراحت نجم من ايدنا، ما هيك؟ هيك. حاضر يا ستي. هشوف لك حجز النهارده. برافو عليك، هلا صرت تمام. مش عم بيروح من راسي صوت الرصاص لما فات لعندها على الاوضه. هيدا القلقني. انت بتعرف بيتها هون شي وين؟ اسم بيا او ابدا. بعرف هيدي صاحبتها سلمى، تتذكرها؟ وهيدي كيف بدنا نوصل لها؟ صباح الخير. صباح الخير. على فين؟
انا كنت جاي. بسرعه بسرعه خش. انت مين اللي قالك كل ده؟ انا سامعاهم بودني ولازم الحقه. طب مين قالك ان هو وصل؟ انا اتصاحبت على بنت في الاوتيل قالت لي ان هو حجز وعلى الوصول دلوقتي. هتيجي معايا ولا لا؟ يا سلمى ما تخرجي نفسك من القصه دي، انت مش قدهم. خلاص يا مسعد خليك انت هنا. لا يكون حد مراقبك تروحي في 60 داهيه. يوه تاكس. السلام عليكم. عليكم السلام. مش قادر اكل يا كريم، مسدي نفسي كتير. يا خالد يا حبيبي ما فيك تضل هيك، ما نمت منيح وما اكلت شيء من امبارح، شو بدك توقع بارضك يعني؟ بدي اقوم غسل وجهي يطلب لي قهوه مرة تانية. شباب ما بدي حدا معي. سوري. انت؟ اعمل نفسك ما تعرفنيش. ممكن ينفع اشرب معاك؟ ايه تكرم عينك حبيبي. ميرسي. اهلا مدام. على فكره هو بيحبك جدا. الله يخليكي. شكرا. شكرا لك. هلا حبيبي. لا 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 دي ما تتفوتش، دي محتاجه واحده سيلفي دي. سيلفي بالحمام؟ وماله، ما الناس كلها بتخش التويلت. حبيبي. لا 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 انا بحبك يا استاذ خالد والله، وبحب كل اغانيك وحافظها، وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك يعني بقى اهو. الله يخليك. اهو معلش ناخد واحده سيلفي. لا 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 تسلم. ايوه اهي. شكرا. استاذنك بقى في الرقم اللبناني. حبيبي الله يخليك. شكرا. يلا بالاذن. مش هنزلها فيس ما تقلقش. اتاكدت ان مفيش حد وراك؟ يا صوفي شو عم بيصير؟ فهميني بالضبط. هقول لك على كل حاجه بس اعمل نفسك انك بتتفرج. قبل ما تقولي لي شو صار مع ملك كنت عم بحكي لك. ايوه انا عارفه. اطمن هي بخير. بخير؟ انا شفته بعيوني وهو حاطط ايده. دي لعبه باباها هو اللي مدبرها بالاتفاق مع خطيبها. خطيبها؟ ملك خاطبي؟ هبقى احكي لك على الموضوع ده بالتفصيل بعد كده. المصيبه بقى ان هم قاصدينك بالموضوع ده كله. كانوا بيحاولوا يجرجروا رجلك على هنا عشان يخلصوا منك. مين هني؟ شو بدهم فيا؟ لازم تخلي بالك. حصل يا عزيز بيه؟ ماشي. باباك مشغول مش هيقدر يجي. ايوه يا بابا، انا كنت متاكده ان انت مش جاي. بس ارتاحي عندك يومين وبعد كده نتكلم. ارتاح؟ لو سمحت يا بابا انا عايزه دادا منيره تجيلي النهارده. حاضر. عايزه حاجه تانية؟ انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس. خالد لو جرى له اي حاجه انا هقلب الترابيزه وعلى الكل. مع السلامه. قلت لك قلبي منه مرتاح لهيدا الموضوع. كان قلبي حسسني في حدا مدبر لك شيء. اشكر ربك انه الله بعت لك هالبنت بالوقت المناسب. خلص بدي احجز اعوض طياره على بيروت، ما بقى بدها، عن جد ما بقى بدها. انا اللي مجنني يا كريم، ليش ما قلت لي انها خاطبه؟ بتعرف اللي قالت لك انها خاطبته مين بيكون؟ مش مهم مين يكون، مهم انها خاطبته. هيدا شخصيه كتير مهمه بأكبر تيار ديني هون.
استولوا على نص كراسي البرلمان، طريقه للرئاسة كمان. بتعرف شو يعني خالد؟ بتعرف؟ طب وبعدين؟ ما هيطولوا ولا ايه؟ أولاد مصر رح تفقد صحراء يا كريم إذا راح منا المغنى والفن. أنا شفت مع ملك مصر اللي حبيتها يا كريم. هنا بقى تقابل الناس اللي بجد، الناس اللي مسلمه امرها لله. كل ما تقرب منهم بالك يفتح اكتر. وهتلاقي قلوبهم انضف من جيوبهم. حرام عليكي، سلمى دي بقى عايشه في الجنه ومش حاسه فعلا بالنعمه اللي هي فيها. ليه سلمى انت وين عايشه؟ ساكنه قريب من هنا. مشكلتي بس مع ملك ان هي محسسانا ان احنا عايشين في بازار كبير. بتصدقي أول مرة بحس في حدا خطفني؟ لا يا راجل، طب رد انت بقى عليه عشان هو مصمم لسه يشتغلني. انت عايز تفهمني ان شخصيه زيك ملهاش مغامرات خالص؟ دليل إني اتجوزت بكير كتير. النجاح ثمنه كتير غالي، بيسرق منك أحلى ما فيك. بس ما في حلاوة. لحظة، ما فيش حلاوة من غير نار. مش كده يا عم النجم؟ بعدين انت اللي وصلت له مش قليل، فاشكر ربك. إيه الحمد لله. بس هلا لو وصلت له شيء أهم وأكبر بكتير. شارع المحضر. يا أستاذة. شكرا. خد. اللي واخد عليك عاد. شكرا يا زيكو. عنك والله دلوقتي بقت عنك. بس سلمى ما انت اللي دماغك ناشفه. احنا مالنا ومال الناس دي؟ ياض ما تبطل جبن بقى. اقوم نسيت اللي مالك عملته معاك؟ مش هي برضه اللي لمتك من قعده القهوه وجابت لك شغل؟ عارف، بس انا بقى ماليش في بس بتاعتك دي. هات وهقف معاها حتى لو على رقبتي. سلام. على فكره امك مش فوق. ايه ده؟ مش فوق؟ هتكون راحت فين يعني؟ يلا يلا خلينا نمشي قبل ما حدا يشوفك وتهتم الناس عليك، ساعتها ما بنقعد نخلص. يلا يلا. ده مين دول اللي ماشيين وراك؟ ما بعرف، خليك وراهم. يلا بسرعه. هيدي السيارة عم تقرب منا كتير. انت نقلتي لي الكاميرا. وين عندك الكاميرا؟ ولا بره على الكاميرا؟ حاول بعد على شوي. هي قصدتنا. روق روق خالد، روق. انتم مش هيك يا خالد، مش هيك. شرفك انتبه. بعد عنك كريم، بعد عنك.
بسرعه كوبي اسعاف بسرعه. واحنا مالنا ازاي يا حسن؟ عايز تفهمني ان مالكش دعوه بالموضوع؟ هو ده تحقيق معايا ولا موقف مني؟ حسن انت كده بتعقد الامور. امور ايه اللي بعقدها؟ كبر دماغك. ايوه بس ما توصلش لدرجه القتل. هو احنا ايه بالظبط؟ احنا في مرحله صعبه جدا والانتخابات على الابواب، واي حاجه هتعطلنا لازم نخلص منها. بالشكل ده؟ باي شكل. ملك لو عرفت بالموضوع ده هتعاند. ملك تخصني انا وانا اعرف ازاي اعقلها. انا وافقتك على الراي لانك قلت لي ان دي مجرد قرصه ودن. انما ايه؟ احنا مش دافعين كل المبالغ دي كلها عشان يجي حته واد صايع زي ده يضيعها علينا. طب ممكن افهم انت ناوي تعمل ايه بعد كده؟ هتجوز ملك. وتفتكر ملك هتوافق على حاجه زي دي؟ ما عندهاش ولا عندك اختيار تاني. أنا معكم من قدام فيلة الفنان خالد الشريف بلبنان. حاولنا نحكي مع حدا من عائلته بس ما حدا راضي يعطينا معلومات. ناطرين حدا يظهر لحتى نحكي معه. مثل ما شايفين كل المراسلين ناطرين كمان أي إشارة. Excuse me, just one question. مدام ديالا. Excuse me. مدام Just a ديالا question. مدام ديالا بسرعة مضبوط بالحال. ما بدي أحكي بشيء سكتي. مدام ديالا. مدام ديالا. مدام ديالا. مدام ديالا. ليه بنتوا؟ مدام ديالا. مدام ديالا سؤال واحد. Just one question. Sorry. مدام ديالا. إذا بحكي بس شو خالد الشريف. مدام ديالا. تيتا انت كنت عم تبكي؟ لا حياتي مش عم ببكي. بعتذر انا جيت هيك فجأة بس صراحة بس سمعت الخبر ما قدرت الا ما اجي اطمن. ولو يا ديالا ما بدك اذن لتفوتي على بيت ابو بنتك. في اخبار غير المكتوبة؟ حاولت تتصلوا فيه؟ موبايله بعده مسكر. ماما شو عم بيصير؟ ما عم صدق. نادين وين جوزك؟ هو برا مع الصحفية. هلا وقت صحفية؟ خليه يحجز لي تيكت، بدي اروح على مصر، بدي اطمن على ابني، بدي اشوفه بعيني يا عمي. رح جن انا، رح جن. تيتا خديني معك، انا كمان بدي اشوف بابي. حبيبتي انت جلا عمري لي سوري كنت مخضوضه ما سلمت عليك. صبري حبيبتي. نادين فزي احكي مع جوزك، خليه يحكي مع كريم، تصرفوا. والله يا جماعه من لحظه وقوع الحادث وانا عم جمع كل المعلومات. على ما يبدو اظن انه الحادثه حادثه سياره، ومش اي سياره، سياره جديده كمان. ويبدو انه الحكايه في وراها عين حسوده، ومثل ما بيقول المثل عين الحسوده تبلى بالعمى. وانا ياما قلت له لخالد علق خرزه زرقاء،
جربت كتير بس عبس. بحب الحياه، بحب لك يا فريكونس وينكم؟ وين رحتوا عم نحكي يا جماعه؟ مدام نادين انت شو عم تعمل هون؟ انا قوم مشي لجوا. لحظه ورجع لكم. اذا بتريدوا مش وقتها. بعد في 3 محطات حكيت ماما معهم. بدها تسافر، روح لاقي كريم بحيالها طريقه قوم قدامي. اذا بتريدوا منا وقتها. اذا بدك انا بجاوب عنك. مدام نادين ممكن كلمه بليز، كلمه بس. خلوا كاميراتكم. رجع خليهم شغالين. والله ما في لزوم. خلص فايت لعنده، خليه يحكي معك. طمني عنه. لو سمحت يا جماعه لحظه شوي. يا احمد روق. يا جماعه رح نعمل مؤتمر صحفي ونحكي بكل التفاصيل من هلا لوقتها من بعد اذنكم. هيدي مستشفى. ايه مرت عمي؟ شو حبيبتي؟ الو، كيفك يا مو؟ طمني عنك بليز، اشتقت لك. ليه عم تبكي حبيبي؟ مشتقت لك كثير، مش قادرة اتحمل، بدي اشوفك، بدي اروح لعندك. الو. ايه هاي حبيبي، كيفك؟ طمني عنك. حياتي وحياتك ردة خفيفة، كلها كم يوم وبظهر من هون. حبيبي مصر حلوة كتير. لبنان احلى. خلي ايامك. ايه ليلى هون بتسلم عليك. يلا حكي بابي. الو باب، انت وين؟ انا كمان بحبك كتير. ما رح تجي؟ بليز بابي تعال. لك شو بكون يا جماعه؟ ليش قلبتوها دراما هيك؟ ليلى حبيبتي اعطيني الموبايل. الو، شو يا تشامب؟ لا 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 يا ستار، ما تعطى الهم. انا معهم كل الوقت، مش عم بتركهم ولا حاتركهم ولا تكي. هترجعي على الاوتيل؟ لا ما عبالي ابدا. طيب خلينا على كافي نشرب شيء. تمام. في افهم ليه عملت هيك معه للزلمه؟ يعني شو كان له لزوم هالموقف كله؟ يعني كنت عايزة اسكت واسافر بذوقك؟ احنا ما كناش في طيب المستشفى. خلص اوكي خلينا نروح نغير جو. تمام؟ ماشي. انا متاكده انه قصته مع ملاك هي اللي وراها الحادثه. ايوه بس هو ما جابش سيرتها خالص. ما بينفع اجيب سيرتها بعد اللي نحن كاتبينه. بعدين اكيد بخاف عليها وعلى حاله. ما صحصح معي شوي بقى يا عمرو. ما انتي مرمطاني وراكي من ساعه ما جيتي وانا شفت نوم. عمرو الصحافي الناشئ عينه ما بتشوف النوم. طب وقلبه ملوش اي حق عليه؟ انت بتصدق هالحكي؟ انا قصص القلب كلها ما بامن فيها. واضح ان في حكايات كتير وانتي مخبيها. خلينا بالشغل يا عمرو. اوكي. بتعرف شغله؟ انا حاسه انه ورا هالقصه في بلوه كبيره، وممكن نقدر نكشف فضايح ما حدا بيتوقعها، وبكره تذكرني. البلد مش مستحمله لك والشارع بيجري والناس دي خلاص قبت على وش الفتره. وخلي بالك ان عزيزي الليسي ده في ظهره حسن جاد، وحسن جاد النهارده قرصته القبر. الناس دول مش هيرحموا اي حد يقف في طريقهم. قطعوا عني كل حاجه، عايزين يعزلوني يا دادا، بس مش عارفه لحد امتى. انا نفسي افهم هم ناويين على ايه بالظبط. معلش باباكي معذور، خايف على مصلحته برضه. على حسابي يا دادا، مش كفايه اللي عمله في ماما؟ ما بلاش السيره دي وخليكي في روحك. فاكريني فرح يحبسوه. يعني الناس دي عايشه في اي زمن بالظبط؟ انا مش فاهمه. هي في بنت بتتحبس دلوقتي يا دادا؟ هو كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان حبيته؟ حبيتيه؟ هو انت لحقتي تحبيه؟ ده انت يا دوبك ما قابلتوش غير كم مره. حب يا دادا ما يعرفش حسابات الوقت والزمن ده، صدقيني. قولي بقى انت واخدني على فين بدري كده؟ هتشوفي. وانا ليه حاسه ان انت خاطفني؟ ايش؟ استنى اشوف. الو مابيل، مكيلها؟ مابيل مين كبران؟ مين كبران؟ يا حبيبي تمام؟ شو؟ مرحبا شيخ الشباب، كيفك؟ جود؟ ليه واقفة بعيد؟ قربي. حابه اتفرج. لما سألتيني ما حبيت جاوبك.
حبيتك شوفي بعيونك والأهلي. أنا من هون ربيت ولا أحبابي كلهم. هتصدقني لو قلت لك ان انت فيك شبه كبير قوي منهم؟ ساعات كتير تقف الحياة من غير ميلاد إحساس جديد، إحساس بيخرج للحياة لو حتى إحساس من بعيد. وفي حكايات ما بيتولدش الحب فيها من البداية، وفي حاجات ممكن تجمعنا قبل الحب ما يبقى حكاية. وفي حكاية ما بيتولدش الحب فيها من البداية، وفي حاجات ممكن تجمعنا قبل الحب ما يبقى حكاية. وممكن تبقى حاجات أهم من الحب نفسه وأقوى منه، بس برضه بيتولد من غير ما نعرف في النهاية. ممكن تبقى حاجات أهم من الحب نفسه وأقوى منه، بس برضه بيتولد من غير ما نعرف في النهاية. في النهاية وفي حكايات ما بيتولدش الحب فيها بالبداية، وفي حاجات ممكن تجمعنا قبل الحب ما يبقى حكاية. تلاقي بينا حاجة أحلى، حاجة تعدي حدود الحب، وعشان صعب نلاقي اسم ليها بنسميها حب. بصراحة أنا مش عارفة لو كنت مبسوطة علشانها ولا متضايقة كده وحاسة إني كان نفسي أبقى مكانها. معقولة يا سلمى بتغيري من ملك؟ أنا بني آدم على فكرة مش ملاك. وبعدين اللي زي ما يملكش حاجة غير إن هو يحلم، يعني الأحلام بفلوس. سلمى وانا في حاجة كنت عايزة اقولها لك من زمان، بس يعني ما جاتش الفرصة يعني. قبل ما تكمل يا مسعد، أنا حاسة باللي جواك. طب وايه؟ مش معنى إن أنا حاسة بيه إني موافقة عليه. بص يا سلمى، وانا عارف ان انا مش قد طموحاتك كده واحلامك، بس انا أنت زي يا مسعد، من حقك إن أنت تحلم برضه، بس مش كل الأحلام بتتحقق. الموضوع إنه فهمت. عندك حق، الظاهر ان انا نسيت نفسي. محدش بيتحكم في قلبه يا مسعد. سلمى هو انت بتحبي خالد؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مجنون؟ انا احب اللي بتحبه ملك؟ تجرب عقلك حاجه ولا ايه؟ ما ماشي يا عم. ايه ده؟ للأسف عندي مشاكل في المعامل والأجهزة، هتخلينا نأجل شوية طرح الأنواع دي من الأدوية في السوق اليومين دول. يا أستاذ حسن، الأدوية ديت لو نقصت في السوق هتعمل لنا مشاكل كتير. ولا مشاكل ولا حاجة، ما كبرش الموضوع. هو حضرتك ناوي تعلي السعر تاني؟ والله كله حسب ظروف السوق. أنت موافق على الكلام ده عزيز بيه؟ والله أنا شايف عزيز بيه متفق معاه على كل كبيرة وصغيرة، وإحنا الاتنين شركاء، يعني بنتكلم بلسان واحد. خلاص لو ينفع تنزل نص الكمية يبقى سعادتك ما فهمتش كلامي كويس وعايز نعيله عليك مرة تانية، وأنا ما عنديش وقت. أوكي، إحنا آسفين على العطل، نستأذن. نورتوا. مش معقول يا حسن الطريقه اللي بتتعامل بيها معايا يا استاذ العمري.
انت كده انا كده بعمل لمصلحتنا كلنا. وايه المصلحه بقى في ان احنا نركن بضاعه بالملايين؟ المخزون هيقل والناس مش هتلاقي، واللي عنده هيبيع بالغالي. الناس مش هتسكت، دي ادويه مهمه. وده اللي احنا عايزينه. الشارع لما يقوم الحكومه تتهز وتلجأ لنا، ساعتها المصالح تحكم. وقصاد اننا نهد الشارع هم يعملوا لنا كمان اللي احنا عايزينه. وقتها بقى اسهمك هتبقى في السماء وتقرب من اللي بتحلم بيه. ايوه بس ده اسلوب رخيص، انا ما ارضاهوش. انت سعادتك سلمتني نفسك، سيبنا اشتغل صح. السياسه حرب، والحرب كل شيء فيها مباح يا حماية العزيز. نقابي كانوا عم بيسألوا عليك يوميا وعم بيبعتوا ورد. بصراحة ما قصروا أبدا. كتر خيرهم مان. بعت لهم مسجز للكل، شكرهم. على فكرة أنا غيرت كل أرقامك. كيف تتصرف هيك من راسك كريم؟ ليه ما سألتني؟ حاج تعمل لي دور الأم الحنونة، مش ناقصك. يا صاحبي النجومية إلها ضريبة بدك تدفعها. أنت بسبق خالد. بتعرف شو يعني سبق؟ يعني إذا بتتأخر شوي 100 واحد بيسبقك. مش رح يجيب آخرتك إلا هيدي العلاقة. وأنت بتغييرك لأرقامي حضرة جنابك بتكون عم تساعدني، مش هيك؟ أنا عم بحميك من حالك. بكفي إنها كذبت عليك. يا خيي هيدي مخطوبة، بنت مخطوبة، شو بدك فيها؟ كريم ما تنسى حالك. أنا مني ولد صغير لتحكي معي بهالطريقة. أنا إنسان عنده إحساس وقلب. بس أنت أنا شو؟ قولها خالد قولها. أنا مجرد آلة بتعمل لك حساباتك وبتنظم لك حفلاتك، ما هيك؟ قولها. ليه ما قلتها؟ ما تستحي. ما بقى الجليدي، ما بدي أحكي، خليني أمشي. تكرم يا أستاذ. وجات عربية خدتني وجابتني لحد هنا. كانوا مخبيينها فين؟ ولا أعرف، هما مشوا بيا كتير ولفوا بيا في أماكن زراعية ياما لحد ما تهت. أماكن زراعية؟ فيلا كده كبيرة في مكان مهجور، واضح كده إنها تبع الأستاذ حسن. كان حابسها يعني؟ ومنع عنها كل حاجة، حتى التليفون بتاعها خدوه منها. أنا مش عارفة آخر ده كله إيه. ربنا يستر. الله، مالك يا سلمى؟ وشك مخطوف كده ليه؟ جبت لك البلوزه بتاعتك من عند الترزي. شكرا. ما تيجي تاكل لك لقمه يا مسعد. عشت يا خالتي. السلام عليكم. مسعد، هو انت مخاصمني؟ احنا قد المقام برضه عشان اخصمك يا استاذه. ميبقاش دمك تقيل، احنا اخوات. اه اخوات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ملك، انا هسيبك تهدي شويه ولنا كلام تاني مع بعض. تتخضيش قوي لو لقيت موبايلك مش شغال وتليفونك بتاع عطلان، لحد بس ما نعمل فرحنا ونخلص من كل ده. لو على جثتي يا حسن مش هيحصل. ساعتها مش انت اللي هتموتي يا ملك. انا بحبك بجد، ومش هسمح لحد ان هو يضيعك مني. ملك، شفتي عندك وصلنا لايه؟ ما خدتيش من امك غير نشفان الدماغ. خدت منك ايه؟ الضعف وقلة الحيلة؟ ملك، انت ليه عايزه تهديني وانا ببني لك مستقبل؟ انا لا عايزه اهدك ولا مستناك تبني مستقبلي. انا كل اللي انا عملته ان انا اخترت وحبيت. وخطيبك يا هاني اللي كان خاطفني حضرتك عارف؟
انت عارفه علاقه زي كده ممكن تعمل فيها ايه؟ دي كارثه. كارثه؟ الحب بقى بالنسبه لك كارثه دلوقتي يا بابا؟ لما يبقى غلط ومش وقته. علشان كده طلقت الماما؟ لما كانت مش فاهماني وعنيده زيك. ولا عشان شغلها ما بقاش لاقي على الكرسي اللي مستنيك؟ ما هي المزيكا بقت حرام. ما تحاوليش تغيري الموضوع. انت اتغيرت كتير قوي يا بابا. والله اعلم بقى. وعود حسن والناس اللي معاها توصلنا لفين تاني. عن اذنك. ودول بقى تبع باباكي ولا تبع العريس المنتظر؟ عادي يا ماما، مش فارقه. هما الاتنين بيقوموا بدور السجان بامتياز. يا خسارة، كل حاجة بقت بتتغير الزمان ده، وأولهم البني آدمين. أنا تعبانة قوي يا ماما، تعبانة قوي. ليه؟ ليه يا حبيب ماما؟ ما انت المرة اللي فاتت كنت جاية وطايرة بخالد، ايه اللي حصل؟ عارف، وقرروا بكل سهولة يحرموني من أحلى إحساس عشته في حياتي. عادي عندهم. اوعي تخلي حد يحرمك من إحساس انت مصدقاه. اوعي تخلي حد يعيشك في دنيا انت ما انتش عايزاها. وحضرتك عملتي كده يا ماما قبل كده. كانت ايه النتيجة؟ أنا خسرت أبوكي بس كسبت نفسي. كان عايزني ضل الأحلام، وده اللي أنا ما وافقتوش عليه. هو اختار المصلحة وأنا اخترت الحب. أنا لسه بحب أبوكي، بس بعدت عنه عشان ما أكرهوش، علشان أحافظ على حبه في قلبي. حبيبتي، أول مرة بحس إن أنا محتاجك قوي. حبيبتي حبيبتي، أنا حاسة بيكي وهقف جنبك، بس أنا عارفة ومتأكدة إنك أقوى منهم. حتى لو حطولك 100 سجان، حربي يا ملك، حربي لغاية آخر نفس فيكي. اوعي تخوني قلبك. شو بك يا حبيبتي؟ ليه زعلانة؟ حابة إنه بابي يكون معنا. وبعدين معك أنت؟ ما بكفيكي وجودي يعني؟ بس أنا متعودة إنه بابي يكون حاضر بكل حفلة. طب تعودي حبيبتي، بس هلا بابي منه هون، منه فضيلك. يلا حبيبتي قومي ركزي مع أصحابك بليز. أرضي عم بتقاسي حاجتنا حرام، بيكفينا مقاسي وعود وكلام. قال لي بي حكاية عن حلمه القديم، قال لي الفرج جاي من الله الكريم، من الله الكريم، من الله الكريم. صرت بعمر بي يا حسر علي، بعده الأمل فيه عايش في الأحلام. جينا من المطار دغري لهون. معقول خالد متذكر الحفلة؟ خالد ما بينسى شيء بخص ليلى أبدا. هالعيد أحلى عيد يا فرحة عمري كله، صارت حياتي عيد لما عينيك طلوا، لما عينيك طلوا.
حلاكي مش عادي، انتي قمر دربي يا قلب ولادادي، ومن حبيبه انا مين؟ العيد احلى عيد يا فرحة عمري كله، صارت حياتي عيد لما عينيكي طلوا لما عينيكي طلوا. شو رأيك؟ معقولة هيك؟ حلو كتير. اللي غيرك بيختار انا احلى في ايدك بايدي. هاي لانا كيفك؟ هاي لانا وينك؟ بالشغل، شو مثلكم على المكاتب؟ نسكافيه يم يم. صحتين. يا ريت فيك تجيب لي منقوشه بكون ممنونة. أكرمي. ثانكس. هلو. الو، شو الاخبار لانا؟ يعني في اخبار بتسطل، رح تكسر الدنيا. في موضوع حيحكوا فيه كبار وصغار، وحياتك خليني نفرجيك شغله. نحن عازمون بإذن الله وماضون في طريقنا كي يأتي اليوم الذي نملك فيه القدرة والقوة على تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن ذلك قد يتطلب بعض الوقت كي نصل إليه، فلا يجب أن نيأس، بل نعمل معا من أجل الوصول إلى هذا اليوم. عارفة يا ملك، وانت معايا بحس اني ماسك الدنيا كلها بايدي، بس لما بفتحها ما بلاقيش حاجة. ما هو ده اللي مخوفني يا خالد. انت خايفة من ايه؟ احنا دخلنا حياة بعض بالصدفة، وبدأت حكايتنا تكبر بسرعة مع الوقت، كأنها بتسابق الزمن.
تضحكي وقلبك حزين، صار البكي لون الحنين، قلبي انكسر حتى الصور عم بتقول ما حدا بيبقى على طول. قلبي وجعني بيوم الوداع، حسيت عمري مش إلي ومن إيدي ضاع، حتى الوفا شفته انطفى قدام عيني اختفى، صوتك قتلني لما قال الوداع. قلبي وجعني بيوم الوداع، حسيت عمري مش إلي ومن إيدي ضاع، حتى الوفا شفته انطفى قدام عيني اختفى، صوتك قتلني لما قال الوداع. انت وانا دنيا عذاب، بيمرق هنا من حسه غاب، كل شي ابتدى وهم وصادق، والاحباب عم يرجعوا يصيروا اغراب. قلبي وجعني بيوم الوداع، حسيت عمري مش إلي ومن إيدي ضاع، حتى الوفا شفته انطفى قدام عيني اختفى، صوتك قتلني لما قال الوداع. قلبي وجعني بيوم الوداع، حسيت عمري مش إلي ومن إيدي ضاع، حتى الوفا شفته انطفى قدام عيني اختفى، صوتك قتلني لما قال الوداع. يلا نرقص. يلا يا خالد خالد احكيني كلمة. شو؟ احكيني كلمة. شو في؟ في مصيبة. ناقصني مصايب انا هلا. شو في؟ في مجلة باباراتزي كاتبة عن قصتك انت وملك. مجلة؟ باباراتزي، وخلال ساعة انتشرت على كل المواقع. شو عم تحكي؟ ايوه وبالصور كمان. ايمي الايام عم تشوف. ومن المتوقع أن تكون هذه العلاقة مسمارا في نعش المرشح الرئاسي الذي يعتمد على أصوات التيار الديني. وما يزال المطرب صامتا بلا تعليق، والمرشح لا يرد على صحفيه. فكيف ستكون نهاية هذه العلاقة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. شفت اللي بيتقال؟ وقريت. مفيش حاجة موجودة على النت إلا الموضوع ده. طب والحل إيه؟ دي كارثة. أدا آخر أعمال بنتك. عرفت بقى دلوقتي إن أنا كان عندي حق؟ أرجوك مش وقت لوم ولا عتاب دلوقتي، المهم هنتصرف إزاي؟ هنعجل بجوازي بيها. افرض هو اتكلم قبل كده؟ مش هيلحق. ما هو أكيد هيجي يشوفها بعد اللي حصل ده كله. وأنا مستني. ده عشان خاطري خالد لازم يعرف اللي حصل، وانا مفيش حد قدامي دلوقتي غير سلمى، لازم تروح له المكتب هنا وتحكي له. ما تخلي سلمى بعيد عن الحكايه دي يا بنتي، هي مش قد ابوك وكمان مش هينفع. يا ده ابوس ايدك عشان خاطري، انا ما عنديش وقت لكل الكلام ده. انا حاولت اكلمه كتير لكن هم قاطعين عني خط التليفون والانترنت، وسلمى الوحيده لو راحت مكتبه هتعرف توصل له. ايوه بس سلمى مش عارفه اوصل لها، تليفونها مقفول من الصبح، حتى مسعد مختفي. يا ده ابوس ايدك عشان خاطري، دوري عليها باي شكل. حاضر، بس انت عايزاني اقول لها تقول له ايه؟ تقول له ما يجيش خالص، وتعرفه ان هم حابسيني هنا، وكمان انا مش مخطوبه ولا حاجه.
تعرفي ان كل اللي بيحصل ده من تدابير بابا وشريكه. حاضر حاضر يا حبيبتي، اهدي انت بس. ميرسي يا دادا، ربنا يخليكي ليا يا رب. خالد مش عم بفهم عليك انه انت عندك مزاج بوجع القلب؟ شو بدك تسافر تعمل هونيك مع كل اللي صار؟ يا كريم مش مزبوطه اتركها بهذا الوضع، لازم روح اطلب ايدها من بيها. تطلب ايدها من بيها؟ هيدا اللي عم تعمله اسمه جنون. جنون. شو عندك حل تاني؟ ما انت بايدك مفرجيني المسج من رفيقتها انه ملك بخطر. انا هالمره مشغول كثير، مش قادر اسافر معك، وبنفس الوقت مش قادر خليك تروح لوحدك. خليك انت تابع الشغل من هون. طيب انا حجزت الاوتيل وكل شيء جهزته، فما تعتل هم. ها تعبتك معي حبيبي، اطلع وصلني على المطار بكل الاحوال. لازم تستغل نقطة ضعف كل بني آدم تعرفه. ده لو عايز كل اللي بتحلم بيه يتحقق. ده الرقم اللي هتبعت من على الرسالة زي ما اتفقنا. ده لو مهتمك بصحيح. على فكرة انت هتخاف منك قوي يا حسن. فضيحة مطرب مشهور يغتصب فتاة في فندق 5 نجوم، وما تزال الفضيحة تلقي بظلالها على الوسط الفني رغم محاولات المطربين المصريين والعرب الدفاع عن زميلهم، ولكن الغموض يحيط بعلاقة المطرب بالفتاة المغتصبة. تقرير الطب الشرعي أكد إن البنت تعرضت لمحاولة اغتصاب ما كملتش نتيجة لمقاومتها في نفس الوقت اللي كانت عندك فيه. أنا بجد مذهول، إزاي واحد مشهور زيك يعمل كده؟ كذب، ما صار شيء منه، هذا كله كذب. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ ما في علاقة، هي كانت صاحبة البنت اللي بحبها. هي قالت كده برضه، وقالت كمان انها بعتتها برسالة ليك عشان تبعد عنها وتسيبها بعد الفضايح اللي انت عملتها لها هي وابوها بعلاقة كذب، وانك كنت بتضايقها. ما صار شيء منه هذا. انا فتحت الباب طلعت هي قدامي هيك، هي اللي اتصلت فيي على لبنان وقالت لي انه صاحبتها بحالة سيئة ولازم اجي اشوفها، والرسالة موجودة على موبايل كريم اللي هو ابن عمي ومدير اعمالي. وقد قررنا استدعاء المذكور للسؤال. اتمنى يكون كلامك صح، وانا ما قداميش حل تاني دلوقتي غير اني احجزك 4 ايام. يا خالد خالد حبيبي شو صار معك؟ ضروري شوي بس وينه كريم؟ ليه ما اجى معك؟ كريم سافر وما بنعرف شيء عنه. سمعت انه سافر من واحد من اصحابه. لك شو سمعت سافر؟ روح اخلق لي اياه من تحت الارض كل يلا. الدلائل معه. فيك تروق عليه شوي انت؟ يا سعيد كل الدلائل معه، هلا اخلقوا لي اياه من تحت الارض، بعدين بنحكي. خلينا نحكي. معلش لحظة، معلش خلص. بيي انت رح يطلع من الحبس. امي شو عم تعمل؟ وانت ما رح فيك تشوفيه؟ خلص اخذ يحكي مع ليلى. ليلى ما تصدقي حبيبتي، بابي ما بيعمل شيء مش منيح، تقبريني. ليلى اذا بتريدي ولو يا ديالا. حتى انت يا ديالا؟ ما بعتقد بعد اللي صار
بعد في حكي بيناتنا. انت بتتخيلي انه ابني ممكن يعمل هيك شيء؟ ما في دخنه بلا نار. هلا صرت عم بفهم ليش ابني طلقك. ترى كان معه حق. كل واحد بيعمل مصلحته بالنهايه. يلا ليلى قدامي. ليلى ليلى تيتا شوف بابي. رحت فين يا باشا؟ هاي ايه ده؟ ايه الجو ده؟ مالك يا لنا؟ كنت عم بقرا اللي انكتب عن حادثة خالد. عادي يعني، دي بيحاول كترسك كده. باشا شيش تفاح وقهوه ساده. قرفانة. من ايه يا بنتي؟ مش دي فضايح اللي انت كنت بتدوري عليها؟ كنت عم بركض ورا قصه حب عجبتني. هلا مزبوط كنت عم نبش على سكوب بقدر احكي فيه، بس ايه يا لنا انت هتجننيني؟ واحنا قاعدين بندور على قصه حب ولا قاعدين بندور على فضايح ببلدي؟ بس انا انسان بحس. والله مش عايز تفتحي لي قلبك. انا عشت الويل كرمال هيك مسكره كل بويل. هيك اريح راس صدقني. اذا بدك نضلنا زمايل واصحاب. خلينا في شغلنا احسن. انا مش فاهم برضه انت ايه اللي مزعلك من موضوع حسن؟ انت مالك بيها اصلا؟ انا ندمانه كتير مش شوي. ماني طايقه شلبها ولا طايقه حالي. خليني امشي احسن. خليك مستريح يا استاذ خالد. الله يخليك. اتفضل. الله يخليك، بشكرك كثير. تركت لي مكتبك. ما كانش ينفع اسيبك في الحجز وسط مجرمين وبلطجيه. سيجاره؟ ما تدخن. والله يا استاذ خالد انا مش مستوعب الحكايه كلها كده على بعض. مش متخيل ان فنان زيك ممكن يعمل كده. صدقني انا بريء. النيابه ملهاش غير الاوراق والادله، وانت لقيوك مع البنت مش عارف شو صار، مش عارف اللي عملوا فيا هيك. والله يا استاذ خالد انا متعاطف معاك جدا. مش عشان انت نجم، عشان حاسس ان في حاجه غلط. بس احنا مضطرين لتنفيذ القانون. بعرف. انا بشكرك على المكتب وبشكرك على الاكل من قلبي بجد. انت رايح فين؟ انت هتفضل هنا. انا بقى اللي مضطر استاذن عشان نبطشتي خلصت. بس هبقى اعدي عليك بالليل عشان اطمن عليك. الله يطول بعمرك. مش محتاج اي حاجه. شكرا لك، الله يخليك. بعد اذنك. الله يخليك. لك شو في بالميل الثاني يا كريم؟ شو معقول يكون في؟ أكيد في ناس مثلنا. شو بعد في من الأحلام وناطرتنا؟ بعد معرفة الأرض من تاني ميل كيف تكون يا كريم؟ في واحد معه تصريح بالزيارة. كريم؟ يا حبيبي لك وينك يا كريم؟ وينك يا خيي؟ اشتقت لك، لك سألت عنك 100 مرة. وين مختفي؟ عرف شو صار؟ أكيد يا بيا يا خطيبة مدبر الخبرية كلها، بس ما بدي أحكي عنها هلا انسى. يكفينا فضايح. الظاهر أنت كان معك حق يا محتال. هلا لحتى عرفت إنه كان معي حق. كريم شو بك؟ شو في؟ بعدين انت وين كنت مختفي؟ ما حدا بيقدر ياخذ كل شيء يا صاحبي. ما حدا. اللي عم تعمله اسمه جنون. ما حدا غيرك كان عارف اني جاي على القاهرة. والاوتيل انت حجزت لي اياه.
ورسالة سلمى على تليفونك. كل هيدا شو يعني كريم؟ طلع فيي وانا عم بحكي معك. طلع بعيوني. معقول تكون أنا ما بعتك. أنا اشتريت حالي. لمرة واحدة بس فكرت بحالي بعد ما قضيت كل عمري فكر فيك. انت يا كريم شو ناطر من حدا مثلي؟ حبك لدرجة انه نسي حاله، صار مجرد تابع، او اذا بدك شقفة عكايزة تتكي عليها وقت تكون بحاجة لإله. هو بيشتغل حتى انت تنجح. كل ما انت نجحت وكبرت هو بيصغر. كنت اطلع عليك من بعيد ومش عارف شو بدي اعمل. انبسط لك او احسدك، حبك او اكرهك، لحد ما سلمت وقبضت التم. بس يا ترى الثمن يستاهل يا ابن عمي؟ بدك تعرف اذا بيستاهل او لا؟ طلع حواليك شوف من بعد ما وقعت مين بقى في حدك. هي ضرب القاضي يا كريم منك. يا سيدي بقول لك هقعد ابص عليها من الباب. انا واقفه بعيده اهو وانا جيت جنبك بس. ده منيره. انتي؟ هي فين يا دادا؟ مش كفايه اللي حصل ده منه. ارحمونا بقى ارجوك يا دادا منيره، انا جايه افهم منها ايه اللي حصل. ابوس ايديكم سيبونا في حالنا. احنا ناس غلابه وماشيين جنب الحيط. احنا مش قدوك يا بنتي. بس انا كده هتجنن. انا محتاجه افهم ايه اللي حصل ارجوكي. بنتي خلاص، بنتي ضاعت مني من كل الله. يا حبيبتي يا بنتي، حبيبتي يا ضنايا، يا بنتي. لو سمحت ممكن اطلب منك طلب صغير؟ اتفضلي. في ايه؟ انا حبيبتي ملك، انت مش عارفاني؟ سيبوني في حالي بقى، حرام عليكم. بدك اسكتي هتودينا في داهيه. انت عايزه مني ايه تاني؟ مش كفايه اللي حصل؟ انا جايه اعرف ايه اللي حصل يا سما. ما اعرفش. امشي من هنا، اطلعي بره. عشان خاطري فهميني. اكيد مش خالد هو اللي عمل كده. انا ما اعرفش ومش هتكلم. ارجوكي انا عايزه اعرف الحقيقه. ايه انت بتترعشي كده ليه؟ خايفه من ايه يا سلمى؟ انا مش خايفه، لا انا مش خايفه. انا عايزه اشوف ماما. هي ملهاش ذنب، ملهاش دعوه باللي حصل ده خالص. ايه ده يا حبيبتي؟ ابعدي ايدك عني. ما حدش يحط ايده عليا. سيبوني في حالي، سيبوني في حالي، حرام عليكم. سيبوني. انا ما عملتش حاجه. في ايه مالك؟ انا حرام عليكم. انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه والله.
وداكوا في 60 داهيه. غور من وشي دلوقتي. عاجبك كده يا عزيز بيه؟ كنت فين؟ اظن بابا بس اللي من حقه يسالني انا كنت فين. بس انا هجاوبك واقول لك انا كنت فين يا حسن. انا كنت عند سلمى في المستشفى. سلمى انت دخلتوها لعبتكم بالغصب. انا هقول لك كلمه واحده بس يا حسن. انت لو ما خرجتش خالد من لعبتك القذره دي انا هقلب الترابيزه وعلى الكل. وساعتها بقى ابو تعالوا قابلوني لما تخشوا الانتخابات وتقابلوا الناس. انا ممكن اخرجه فعلا، بس بشرط. شرط ايه؟ هو يرجع بلدهم في امان واحنا نتجوز. معقول نجم كبير زيك نايم على كرسي زي ده؟ انا لازم احاكم اللي سايبينك كده. انت مين اصلا؟ احنا اتنين يعرفوا بعض كويس من غير ما يتقابلوا. مش فاهم شو قصدك يعني. انا حسن خطيب ملك. انت كيف فتت لهون اصلا؟ وبعدين انا اقدر ادخل في اي مكان وفي اي وقت، واقدر كمان اجازي الضابط اللي خالف التعليمات وقعدك كده. اكيد سمعت عني. شو بعمل لك يعني هلا؟ فرح انا وملك قريب، تحب تيجي وتغني فيه ولا تقضي بقية عمرك هنا؟ انا هلا عرفت كيف جيت لهون. انت اللي قبل ما تقول كلام ممكن يخسرك اكتر من اللي خسرته. انا جاي عشان نتفق على شو؟ انا هخرجك من هنا بس بشرط ترجع بلدك وتمسح اسم ملك ده من قاموسك نهائي. انا برجع على بلدي لاني بريء، بس انت ممكن اعرف حضرتك بتعمل هنا ايه؟ جرايه يا باشا، انت مش عارفني ولا ايه؟ لا عارفك طبعا، وعارف كمان ان انت ما ينفعش تبقى هنا. وجودك هنا ضد القانون. وجودي هنا في مكتبك قانوني؟ افتكر دي حاجه ما تخصش سعادتك. اتفضل يا حسن بيها التصريح وبقى تعالى قبله. واضح انك زهقت من الخدمه وشكلك عايز تودعها. ما عنديش مشكله. اتفضل يا حسن بيه قبل ما اتصرف معاك تصرف غلط. الغلط حصل يا باشا ورد فعله قريب قوي. سلام. مسعد اعترف ان هو اللي دبر كل اللي حصل. مين مسعد؟ انت منين تعرف اني تعمل فيي هيك؟ انا سواء عند عزيز بيه ابو الانسه ملك. ملك؟ وسلمى كانت على طول بتحكي عنك ومتيمه لا مؤاخذه بيك. سلمى بنت خالتي، ولما لقيتها بتروح اللوكاندا دي كل ما انت تيجي مصر شكيت فيها. في يوم اخدت لا مؤاخذه برشامتين خلوني مش في وعي. مشيت وراها لقيتها واخده اوضه جنب الجناح بتاعك. دم غيري في عروقي. خشيت عليها وضربتها. مسعد؟ لما وقعت حليت في عينيا عشان اشتغل وما حسيتش بروحي. شو اللي جابها لعندي؟ بتعمل فيي هيك؟ لما حصل اللي حصل بقت زي العجينه في ايدي.
فقلت اقلب لي قرشين من وراك، حددتها اني هفضحها وهقتل امها لو ما سمعتش كلامي. فجات لك، كنت ناوي اخش لك واساومك، بس امن اللوكاندا طب وبوظ الترتيب. وايه اللي خلاك تعترف دلوقتي يا مسعد؟ الفلوس طبعا. الفلوس تعمل المعجزات. هي اللي تخلي واحده زي سلمى توافق على خطه زي ديت، وتخلي واحد زي مسعد يعمل كده. سلمى كانت نفسها تبقى زي ملك، ومسعد كان نفسه في سلمى، والاتنين مش طالين حاجه. لما تيجي انت وتنول لهم كل حاجه وفي لعبه واحده، ساعتها صعب قوي ان هم يرفضوا. واضح ان اكبر غلطه عملتها في حياتي اني اقنعت ملك تتجوزك. وانا اكبر ذنب عشته في حياتي اني حبيت ملك اكتر من اللازم. مش كفايه بقى؟ كنت عايزه تطمني عليها. واديك شفتها واطمنتي. انت اللي خليت مسعد يعمل فيها كده؟ مسعد بيحبها وهي اللي رفضته. حاسس انها بقت امل بعيد. كل اللي انا عملته ان انا قربتها له. هي كانت عارفه انه هيعمل كده؟ هي ما كانتش عارفه ان ده هيحصل اصلا، بس كان لازم الحكايه تمشي على طبيعتها. هددتها بامها صح؟ قالت له انه شخص بيحب على حاجه بيعملها. انا عمري ما هسامحك يا حسن. حبيبتي الفرح لازم يستمر قد كده. ان شاء الله بقى. يلا. ليه عم يدمروني ليه؟ أنا اللي دفعت لبراءتي؟ أنا اللي دفعت لمسعد لحتى يعترف؟ ليه عم يعملوا فيي هيك؟ لا حبيبي تقبرني انت. روق، ما بيسوى لصحتك هيك. روق خالد هيدا كله ما له معنى. قوم دب اغراضك وخلينا ننزل على بيروت. ايوه هيدا الحكي السليم. لازم ترتاح بقى وتريح لي دماغك. كيف بدي ارتاح؟ وكل شيء ملخبط، حتى فرقتي تركتني، وكريم الله يسامحك يا كريم. انا ما عم بفهم هيدا الصبي ليش تصرف هيك. حدا يفهمني ليه عمل هيك. انا طول عمري كنت حاسه انه كريم بيحسدك وطمعان فيك. مش عارف شو بدي اعمل. وهي الحفله مش عارف. حبيبي انت حبيبي نسي موضوع الحفله كليا. خلص ما في حفله. مع حق خالد، ما فيك تعرف جمهور شو معقول يعمل. لازم تلاقي اي طريقه تعتذر فيها عن الحفله وكلنا نترك ونسافر بسرعه. كيف بدي اعتذر؟ بيعطيني لي انذار رسمي المتعهدين؟ انذار رسمي بند جزائي شرط، كله هيدا بيتدبر. انا اذا هربت رح اقضي على حالي. هاي خالد. هاي. إذا بقول لك أنا مين أكيد بتشحطني منهم. أنت مين؟ أنا لانا، صحفية تبع الباباراتسي. أنا يلي عملتي فيي كل هيك، مش هيك؟ أنا ما عملت غير شغلي يا خالد. وشغلك قايم على الفضايح أنت؟ أنت خربتي لي بيتي وبكل ثقة جاي تعطي قدامي هون، مش هيك؟ ما في اناقشك بالموضوع لانه لو شو ما قلت معك حق. انا بعتذر. كيف لك انا؟ كيف لكم انا؟ هيك تمسكوا القلم تكتبوا تخربوا بيوت العالم؟ عيب الشوم عليك. حقك علي. سوري. اذا بتعملي معروف. اذا بتعملي معروف. بلي معروف عليك.
اوكي جايه بس خبر اعملي معروف حبيبي بليز. بدي خبرك بس اذا بتريد. من فضلك بعد اذنك. بس لحظه بيرو بعد اذنك. اذا بتريدي. بدي افرجيك شغله وبعدين اذا بتريدي. من فضلك شيلي لهون خبر خبريه لصالحك بليز. من فضلك بعد اذنك. بدك تركني شوي تركني. قري منيح حتفهم. شو هيدي؟ دعوة العرس مالك؟ والعرس بست يوم حفلتك. ارتاحي، القصة كلها خلصت نهائيا. على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس، على ناس وناس يا دنيا، على ناس. شو صار؟ راح الصوت سعيد، روح شوف شو صار مع مدير المسرح. ماشي ماشي، بس انت روقي شوي. هو حضرتك ما بتسألي ولا سؤال، بتحملي حالك وبتيجي معي هلا، لازم نلحق خالد. خالد ماله؟ يلي بدك تتجوزيه الليلة عامل عرس وبزيت يوم حفلة خالد، لأنه بده يقضي عليه. وباعت ناسه لهونيك على حفلة أنا شفتهم بعيوني. اسمعي مني، قومي تعي مشي معي، ما رح تندمي وحياتي. بسرعة بسرعة. يا رنا انت جايبانا من الزحمه دي ليه؟ طب شو بعمل عجقه وين ما كان؟
على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس، على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس. بعد اذنك ممنوع الوقوف هنا. طب يلا بصفة هون. انا هدخل هستناكي جوه. الطيب ليه بتبكيه والظالم بتحني عليه، واللي نور شمعه لغيره، اللي نور شمعه لغيره دمعته بتبات في عينيه. ليه ليه على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس، على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس، على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس، على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس. الطيب ليه بتبكيه والظالم بتحن عليه، الطيب ليه بتبكيه والظالم بتحن عليه، واللي نور شمعه لغيره، اللي نور شمعه لغيره دمعته بتبات في عليه.
بك يا حياتي؟ شو بك؟ مالك وين؟ منيحة ناطرينك. خالد شو بك؟ مالك؟ هتعيشي هتعيشي يا ملك. وهيدي أمي حماتك. يا أختي حماتي. على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس، على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس، على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس، على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس. الطيب ليه بتبكيه والظالم بتحن عليه، الطيب ليه بتبكيه والظالم بتحن عليه، واللي نور شمعه لغيره، اللي نور شمعه لغيره دمعته بتبدفع عليه. ليه ليه على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس، على ناس وناس يا دنيا، على ناس وناس. عشنا معاكي وتحملنا وسط الآه والنار كملنا، وانت تعندي ومننا تاخدي، مننا تاخدي وتدي لغيرنا. عشنا معاكي وتحملنا وسط الآه والنار كملنا، وانت تعندي ومننا تاخدي، مننا تاخدي وتدي لغيرنا. وبنتحمل قدام عينك ايه كان بينا يا دنيا وبينك، وبنتحمل قدام عينك كان بينا يا دنيا وبينك. كل ما نبني امل في سنينك بايديك يا دنيا تهديه. الطيب ليه بتبكيه والظالم بتحني عليه، واللي نور شمعه لغيره، اللي نور شمعه لغيره دمعته بتبدفع عليه. ليه